ارفع عقلك للسطح يا شهاب. راجل يا ابني، قلب اسد يا ابني، رجل مدفع يا ابني. رقص ثلاثة كده بتمويه. فرانسيس لعبها حلو قوي وتروح كرة بتاع خطورة. بركات وهدف. الله الله الله. مين ده؟ أحمد شكري. أهو تمريرة حلوة قوي وعرضية أحلى وانقضاض من شكري. 1 الأهلي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الصعابة دي يا اهلي؟ الاهلي النهارده النمرة النهائية 10 من 10. 10 من 10 يا حسام عماد. لا تبكي يا ابني، لا تبكي يا ابني، لا تبكي يا حسام. أبكيت الناس اللي بتبكيك النهارده بدموعك دي يا حسام. لا تبكي. ابو تريكة بيبكي وعمال يبكي، حسام بيبكي، عماد بيبكي، الكل بيبكي، الكل بيبكي النهارده فرحا بهذه النتيجة العظيمة. هذه النتيجة العظيمة. وعلى طول بقول لحضراتكم دلوقتي بقت مهمة جدا 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 الحركة البشرية. خطوة الكورة على طول وتروح. ابو تريكة ما فيهاش حاجة. وراحت فرصة كبيرة من فرانسيس. عامر بيقول له محدش يسيبه كده، لازم يبقى حد لازق فيه وجنبه. واضح جدا طبعا ان كان تحكيم زي ما بقول يعني للاسف، واعذروني ان انا اقول كان فيه فجور من الحكم الغاني، واعتقد ان ده شيء بيحط وراه علامات استفهام كثيره جدا مني طبعا. يمكن خلال مشواري كله لم ارى حكم بهذا الفجور، واكيد ده طبعا اثر بشكل كبير جدا على المباراه. بالرغم ان انا بقول ان كان في تحذير للاعبي النادي الاهلي ان ممكن الحكم يبقى سيء وممكن الحكم يبقى ضد فريق النادي الاهلي، لكن لم اتوقع ان هو يبقى بهذا السوء وبهذا التعامل ضد فريق النادي الاهلي. احمد حسن نجم كبير، نجم من اللعيبه المحترفين اللي ممكن ينعمل عليهم كتب ومجلدات للعيبه المصريه اللي تتعلم معنى كلمه الاحتراف. انا بقولها على اول مره. انا مش مستريح، وده ظاهر للعيان. وانا ليها. طب ليه مش مستريحه؟ ليه مش مستريحه يا ابو تريكة؟ ليها اسباب خاصه والله يا كريم اللي انا محتفظ بيها. ده في وقتها اظهره في الاسباب اللي انا اعتقد ان انا ما بقول ان انا مش يعني دايما الانسان مطالب ان هو يبقى مبسوط في كافه الاحوال ودايما، انما انا من النوع يعني من النوع اللي زي ما بقولوا لما تكون مش مبسوط. بالظبط. فيمكن ده المفتاح مع راجل جوزيه كان له دور كبير جدا، انما انا بفتقد الحاله دي من يعني في كافه الاحوال. انما انا دايما اللعيب لعيب والمدير الفني مدير فني والمدرب مدرب. النادي الاهلي عنده اكثر من علامه استفهام. النادي الاهلي باداء غير مقنع تماما، يخسر هنا في معقل الدراويش 1-3. الف مبروك لنادي الاسماعيلي، هارد لك للنادي الاهلي.